يا صباح الخير يا ولاء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا قمت من على السرير كده، لقيت الجو كده الساعه 7:30 داخله على 8 ومفيش شمس ومفيش اي حاجه، جو شتوي كده ضبابه وسقعه والدنيا ايه ما اقولكوش. قلت ايه، اقوم بقى انطر النوم كده وانطر البطانيه واشيل البطانيه من عليا كده واقوم اصبح واشوف شقتي كده واحوش الكمكمه والكركبه والحاجات اللي في الشقه دي، ونروق مع بعض شقتنا وننسى النوم. يلا بقى، ايه رأيكم في الطرحة الجميلة دي؟ ايه رأيكم؟ هبقى عروسة معاكم. بصوا بقى، يلا ندخل بقى على العذاب والشقة ونرمي النوم بقى والكسل ونشيل الكسل من عندنا خالص ونروق شقتنا. يلا بينا. غسلنا سجادنا كده، بص السجاد جه كريم غسل السجاد وجابه من المغسلة رماهولي في الصالة من بالليل. قمت الصبح لقيت السجاد ايه، جه كده جوه بالليل ويسووا في الصالة الصبح. انا كنت فرشه السجاد القديم عندي، قلت اسلك بيه على ما السجاد ده يتغسل. مش معنى ان احنا في الشتاء يعني مش هنغسل سجادنا ونوديه المغسله ونروق شقتنا ونمسح ونشيل الحاجات والمحتاجات، ولا مش عندنا تحت البطانيه بقى نايمين؟ لا، لازم نعمل جو كده برضه في شقتنا كده وايدنا فيها دايما دايما دايما، نروق ونكنس ونمسح ونغسل ونعمل كل حاجه ونغير فيها الفرش بتاعها. لان انتوا عارفين فرش الشتاء لما بطول في البيت بيبقى ريحته مش حلوه كده، ومش يبقى البيت كده له ريحه كده مش كويسه. فلازم نفتح شبابيكنا كده، شبابيك السعاده، شبابيك الهنا، شبابيك الفرح كده، شبابيك التفاؤل، نفتحها كل يوم الصبح ونشوف شقتنا ونشوف بيتنا وربنا يدينا الصحة كده ونشتغل في بيتنا كده ونعمل كل حاجة فيها. قمت بقى اروق شقتي واشيل شلت الفرش كله كده من الشقة. كنت حاطة فرش كده قديم كده بسلكة بيه زي ما قلت لكم. والاستاذ كريم جاب لي الفرش بقى بتاعي، كان في المغسلة بتغسل وجابه. قلنا نفرش بقى ونمسح ونقوم من تحت البطانية اللي نخمانة دي ومكسلانا، ونرمي الكسل خالص، نرميه من الشباك بتاع الصالة كده او اي شباك عندك، ارمي منه الكسل بتاعك. وقومي بقى في الضبابة الجميلة دي تمسحي شقتك بقى وتغسلي يا جمال ويا جمال. بصوا بقى، انا جبت حته هنا وحطيتها على على المقشه، وقلت ايه، انفض كده الحيط بالستاير بالحاجات دي كلها، دي بتبقى جميله يا حبايبي، بتشيل كل التراب الناعمه اللي على الحيط، الطايره دي اللي بتبقى على الحيط، اللي بتبقى على الستاير، اللي بتبقى على الحاجات دي كلها. لازم كده كل كام يوم كده نبدا في شقتنا كده ونشيل ايه، كل الغبار اللي فوق الشقه اللي فوق بقى. ما احنا مش عايزين نكب الميه بقى على الحيط ونعمل قصه بقى، لان الدنيا ساقعه زي ما انتوا عارفين، ساقعه ساقعه ساقعه، ما اقولكوش على الساقعه بقى. فقمت ايه، قلت اشيل العفار كده اللي بيبقى في الشقه كده فوق، واللي على الستاير واللي مركن كده. حبه نشاط كده عشان ايه، يشيل الطاقه السلبيه اللي في البيت دي كده، ونروق ونخلي الدنيا حلوه كده حلوه. بصوا، لما بتروقي شقتك بتبقى ايه، تحفه ومنوره كده وملعلعه كده. بصي معايا بقى، الحته دي بقى هنخليها ايه، نمشيها على الحيط كله، على الحيط الشقه كلها. انا ممشيها كده لان ايه، قلت يوم نشاط بقى معاكم ونطلع من تحت البطانيه، اصل لو رقدنا تحت البطانيه مش هنصحى في يومنا. فقلت قومي يا بنتي يا صافي، شوفي بقى وشيلي العفار والتراب اللي في الشقه كده وروقي بقى واعملي يوم ايه، يوم جميل كده. شِلت بقى مشّيت كده حتّة القماشة اللي هي كده فيها فَرو كده على الحيط، بتشيل كل العفار وكل التراب اللي على الحيط، وأي حاجة بتخلّي الحيط يلمع معاكِ كده يلمع. يعني لو عايزة تبلّيها بقى بتبلّيها حبّة مسحوق كده من عندِك كده على حبّة روايح كده حلوين، وتمشّيها على الحيط كده، بتخلّي الحيط معاكِ إيه، بيبرق، بيبرق كده بقى، شايفين؟ بُصّوا بقى. خلّيت الحيط بتاعي جميل كده، وهنيجي على الباب بقى والبيبان والشبابيك والحاجات كلّها، ما أنتِ بُصّي إيدِك في كل حاجة، إيدِك في كل حاجة. لازم نعمل إيه، نروّق شقتنا ونخلّيها إيه، حلوة كده. هنا بقى إيه، الجردل بتاعي ده باشيل إيه، بانفّض فيه العفار عشان العفار ما ينزلش في الشقة تاني على الأرض. وأنا لسه إيه، الشقة مش عايزة أشيل كل الفرش بقى وأشيل المجلس وأشيل كل حاجة كده لأ، ترويقة كده على الماشي. تمام يا حبايبي، شِلت الفرش وقُلت أجيب الشرشوبة بتاعتي بقى وأمشّيها تحت المجلس كده وتحت في الصالة كده كلّها، ونعمل بقى إيه، حبّة روايح كده في الشقة حلوين كده. حطيت معطر على ديتول على صابون على يعني إيه، مساحيق كده، وحبّة برسيل وحبّة حاجات كده إيه، برسيل جل، وحبّة حاجات كده في الجردل، وقُلت أمشّيهم في الشقة كده، بيعملوا روح يا حبايبي ما أقولكوش، ما أقولكوش على الروح الجميلة اللي بتبقى في الشقة بعد المسحة الجميلة دي. تمام يا حلوين. كده إيه، مسحنا شقتنا بقى وخليناها زي الفل. أصل هو الشتا أصلًا، بُصّوا الشتا كُلّه كسل، بتقومي من النوم تحسّي إنِّك كسلانة ومش قادرة تعملي حاجة. أنصحِك بقى نصيحة إن أنتِ تشيلي بطانية كده، تقولي لها ترمي البطانية من عليكِ فجأة كده وتقومي تقولي إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونصلّي على الرسول كده وتبدئي إيه،
شغل بيتِك وشغل شقتِك وأنتِ قافلة على نفسِك كده، ما إحنا قافلين برضه على نفسنا، إحنا مش هنخرج في الشارع ولا حاجة، بس قُلنا إيه، نمسح بيتنا وسلِّمنا وننضّف كده المكان بتاعنا علشان يبقى جميل. إحنا مش هنمسح في الصيف بس بقى ونقول الشتا إيه الدنيا ساقعة ونخلّي الفرش يكمكم كده ويفضل محطوط في المكان وما يشيلوش، لأ، لازم إيدنا تبقى في شقتنا دايمًا. لمّا إيدِك تبقى في شقتِك دايمًا، دايمًا تكون نضيفة، دايمًا تكون كويسة ونضيفة وزي الفل معاكِ. وهنا طلعت على السلم جبته معاكِ برضه كده إيه، اديته مسحة كده على الماشي بحبة كلور وحبة فينيك وضبّطت الدنيا وخليته يلمع من فوق لتحت بصوا، بصوا الجمال، خليته زي الورد كده شمعة منوّرة. وجيت بقى على الشقة كده خلّصت خلاص، قُلت نفرش بقى، نفرش إيه يا حبايبي يا حلوين زي ما إحنا متعودين مع بعض في الشتا، نفرش السجادة اللي مش لايقة على المجلس دي، ما إحنا هاقول لكم بعدين، ما أنا عاينة السجادة اللي لايقة على المجلس عايناه للصيف، ففي الصيف بقى هنطلّعه، علشان أنا جايبة الطقم كده إيه ده الشتا كلّه عفار، كلّه حاجات كده بُصّوا ما باحبش أفرش الفرش الحلو بقى بتاع الطقم في الشتا، أهو مُخي بقى. والفرش ده اللي مش لايق على بعضه ده بافرشه في الشتا كده إيه، الدفا بنولّع بقى الشالية هاجيب لكم الشالية كده وإحنا يوم مولعينها كده وإيه وموردة الدنيا كده، بس بنجيب الفحم ونحطه على الشالية كده ونقعد بقى إيه، فأنا باخاف على الفرش يجري يتحرق معايا، شايفين بقى الجمال؟ صباحكم عسل وسكر ومانجا وحاجات جميلة أوي، والله العظيم أحلى صباح صباحكم يا حبايب قلبي يا طيبين أنتم يا حلوين. بُص روّقت الدنيا إزاي، وخليتها زي الفل كده وحبّة معطر رشيت الشقة كده عندي إزاز معطر كده رشيته وخليت الشقة بتبرق، 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 بتبرق كده، بُصّوا، بُصّوا الجمال، أيوه كده يا بنتي يا صفا، أُمّال إيه، قومي كده اتحمّسي كده وقومي من تحت البطانية يا حبيبة قلبي يا فوزية، قومي يا فوزية من تحت البطانية بقى وقومي تعالي خلّينا نروّق شقتنا ونشوف الدنيا عاملة إيه، جوزِك كده ييجي يفتح باب الشقة يلاقي الشقة كده ريحتها حلوة كده طالعة عليه، مش مكمكمة والدنيا بايظة والعيال رامين هدومهم هنا وهنا 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 وإحنا نايمين بقى على السرير. شايفين بقى الجمال؟ صباح الفل يا حلوين يا طعمين، بس اعملي لايك بقى، اعملوا لايك لصافي بقى، اعملوا لايك باحبكم، باحبكم أوي، 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 أوي. هنا بقى إيه، تعالوا بقى، عندي شوية بتنجان في المطبخ لقيت نور بنت حبيبة قلبي اللي ما تحرمش منها أبدًا، لقيتها قورتهم مجهزة المحشي بقى وقالت يا ماما يالّا نعمل محشي على الكانون، كانون إيه يا نور ده أنا تعبان، قالت لأ يا ماما عيّشوا بقى أولادكم جو بقى جو أمي كده وستي والحاجات الحلوة دي، عشان يفتكرونا كده بالجو الجميل ده، عملت لهم شوية محشي على الكانون يا ولاد، ياه! عسل، عسل، والله العظيم كانوا طعمين طعامة ما أقولكوش، البت قالت يا ماما أنا جاية يا ماما، أم مالك بقى بنت حبيبة قلبي جات لي من عِشرتي تقعد معايا شوية، قالت أنا عايزة آكل محشي بتنجان، لقيتها مقوّرة يا أختي المحشي ومجهّزة الصلصة ومجهّزة كل حاجة وحشِت لحد ما أنا خلّصت ترويق، بُصّوا ونزلنا بقى على الكانون تحت عملنا المحشي وعمّالين بقى العيال عمّالين يطلّعوا من الحلة وياكلوا وأنا قاعدة كده، بُصّوا يوم جميل، والله العظيم عيّشتهم بقى لحظة روعة، 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 ما أقولكوش بقى بُصّوا يعني كان يوم بجد كان تحفة. قعدنا بقى على الكانون في الشمس بقى والجو كان إيه، والجو كان يعني ساقع شوية بس إيه، القعدة على الكانون ما أقولكوش جميلة، بالدفا كده والمحشي وي، 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 وي على الجمال. بُصّوا بقى أهو عملنا حلة محشي بعد ما خلصنا ترويق الشقة، ولقيت نور مجهزة المحشي كده وحاشياه وعاملة كل حاجة، قعدت على القانون وعملت لها المحشي أحلى محشي، تقول أيوه يا ماما ما أنتِ عملتِ محشي كرنب وكلته من غيري على القانون وأنا لازم آكل محشي تاني على القانون معاكم، قُلت يا نور عيون ماما أنزل أعمل لِك أحلى محشي على القانون وأعيشِك أحلى عيشة في الجو الفلاحي الجميل ده، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم بقى في الجو الفلاحي الجميل ده اللي كله بقى إيه حاجات حلوة كده ودفا وقانون ومحشي، ندوق بقى مع بعض، يالّا ندوق، يالّا ندوق الجمال ده كله، يا نهار، يا نهار! قمر يا بنتي يا صفي وربنا حبة محشي إيه، عسل، عسل، هو محشي الكرنب يا جماعة بيبقى سكر كده، هو له طعم تاني كده ما أعرفش إيه الطعم الجميل اللي بيدخل فيه ده، بس ما تنسونيش باللايك بقى والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من يوميات صافي وكريم، محشيات والكانون واليوم الجميل ده، يسعد أيامكم ويسعد صباحكم، صباحكم جميل، نورتوني حبايب قلبي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة.